سنة 2005 على حساب الدولفين النيجيري. ممثل الكرة الوطنية سيحاول ربط الماضي بالحاضر لإعادة كتابة اسم فريق الجيش الملكي من الذهاب في السجل الإفريقي والصعود إن شاء الله لما لا للبوديوم، وهو سيكون إلى جوار فريق النهضة البركانية. جوليبا المالي من الفرق والأندية القوية على الصعيد الإفريقي، خرج من الدور الثاني دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري، سيحاول الدفاع عن حظوظه خلال هذا اللقاء للعودة إلى الواجهة الإفريقية. كنقول أن نتيجة التعادل 0 لمثله بباماكو تبقى نتيجة ملغومة، وجب التعامل معها بحذر، عدم التسرع، استغلال الفرص الممكنة، عدم تلقي أهداف، توازن بين التنظيم الدفاعي والهجومي، كلها نقاط سيحاول المدرب فرناندو دا كروز المدرب الفرنسي التعامل معها بحذر. كنقول بأنه أجواء حماسية هنا بالمجمع الرياضي الأمير المولى عبد الله، منذ ساعات الجماهير تقاطرت على المركب الرياضي. جوليبا المالي أمامنا اللاعبين الاحتياطيين، واحد من الفرق القوية على مستوى الكرة الإفريقية اللي فاز باللقب على مستوى الدوري المالي 23 لقب، وهو حامل للقب، كأس مالي 20 لقب، وكأس ممتازة 8 ديال الألقاب. ذكر بأنه خرج من دوري ابطال افريقيا من الدور الثاني، الدور التمهيدي، فكان فاز على فريق ديبورتيفو مونغومو من غينيا الاستوائيه بعد ما انهزم ذهابا 2-0، فاز ايابا 5-0. الدور الثاني فخرج امام فريق العربي، فريق شباب بالوزداد الجزائري، بعد ما فاز ذهابا 2-1، ولكن انهزم في لقاء اياب بسطيف بهدفين لا شيء، وبالتالي سيحاول ان يلعب كل اوراق ديالو من اجل الوصول كما قلت الى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية. أمامنا فريقين الآن كيصعدوا لأرضية الملعب في أجواء حماسية، أجواء اللي صبحنا الآن كنتعودوا عليها، حضور والحضور القوي لجماهير فريق الجيش الملكي وكذلك الجماهير المغربية، لأن اليوم كلنا مع فريق الجيش الملكي من أجل الوصول إلى دور المجموعات، حتى أنه تواصل الحضور القوي للكرة المغربية على المستوى القاري، خصوصا الموسم الماضي حضور متميز. كنقول بأنه الأندية المغربية اللي تصدرت كل العناوين الإفريقية والعالمية، الفوز بدوري أبطال إفريقيا رفقة فريق الوداد الرياضي البيضاوي، الفوز بكأس الكونفدرالية رفقة فريق النهضة البركاني أصبح متخصص في هذه الكأس القارية، وكأس الممتازة اللي كانت مغربية خالصة بين الوداد الرياضي البيضاوي والنهضة البركانية، والفوز الذي عاد لفريق النهضة البركانية. نتمنوا هذا الموسم أنه كذلك يكون موسم استثنائي للكرة المغربية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى القاري. إذن أمامنا الفريقين، فريق الجيش الملكي وكذلك فريق جوليبا المالي، مباراة اللي نتمنى بأن فريق الجيش الملكي أنه الأهداف تكون في بداية المباراة حتى نتسهل المأمورية. أمامنا التشكيلة ديال الفريق الجيش الملكي في حراسة المرمى أيوب الكرد، باقي اللاعبين هناك حاتم عصوابي، مونتيرو بورغيس، محمد مفيد، إيمان تشيموي، ربيع حريمات، العربي الناجي، رضا سليم، لامين دياكيتي، آدم النفاتي وجوزيف جيدي، هذوما اللاعبين الرسميين. على مستوى الاحتياط هناك محمد بعيوب، باقي اللاعبين ضياء الدين جويني، زين الدين دراك، ابراهيم السبعوني، زكريا فاطمه، محمد خلوي، حمزه ايكمان، سليمان بوشخالي وبكاري ماني، هذوما اللاعبين الاحتياطيين. امامنا عميدي الفريقين، تواجد ربيع حريمات كعميد لفريق الجيش الملكي. حكام هذه المباراه من جنوب افريقيا توم ابونجيل، ولا غادي يقود المواجهه بمساعده ندونجيني كمساعد اول، المساعد الثاني هو كارا موكوينا، الحكم الرابع توندو البيوس، مراقب الحكام من تونس هشام كويرات هو مراقب للحكام. امامنا تشكيله ديال فريق الجوليبا في حراسه المرمى يوسف كواطا، باقي اللاعبين فادي كوليبالي رقم 4، 5 سوابو كوليبالي رقم 5 العميد، 6 فيليكس كوماتي، 7 عثمان كوليبالي، رقم 8 دوادا كوليبالي، رقم 10 ديالو موسى، 12 امادو سوماري، 15 نكونا كيتا، رقم 18 سيكو ديارا، رقم 26 الو دومبيا، المدرب هو سيكو سيك. على مستوى الاحتياط هناك الحارس ماسير، رقم 4 عثمان ديالو، رقم 11 جبريل كوليبالي، رقم 13 سوناغو بارو، رقم 23 بوبكار ديالو، ورقم 28 عبد الله سيكوكو. هذوما اللاعبين الاحتياطيين لفريق جوليبا المالي. ما كاينش هناك لاعبين دوليين بالنسبه لفريق جوليبا، وكذلك لا يستعين بلاعبين من خارج مالي. جوليبا واحد من الفرق القويه على المستوى الافريقي وعلى المستوى القاري. إذا ننتظر بداية هذه المواجهة، فريق الجيش الملكي